خوتي ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ولا خير. جيتكم بحكايه جديده واللي هي كيف اصبحت ولدا، واللي هي اثاره وتشويق. نبداو على بركه الله. انا طفله عمري 17 سنه، يتيمه عايشه عند خالتي، وخالتي تكرهني في الدم، وراجلها سكايري دايما يشوف فيا بطريقه خبيثه. في حياتي صديقة واحدة نحكي لها كلش، واسمها آمال، وانا سموني زهرة. المهم انا حياتي قاع تعيسة، حتى جا هذاك النهار وين تقلبت اكتر واكتر. كي جات خالتي وقالت لي انا راني رايحة لعمتي، عييت قلت لها ديني معاك، وما حبتش، قالت لي تقعدي هنا في الدار، وانا خفت من راجلها كش ما يدير لي. رحت نجي لصاحبتي امال وهي جارتي، حكيت لها كلش، قالت لي ما تباتيش معاه، روحي هنا. انا رفضت لانه مام هما ظروفهم صعيبه. رجعت للدار لقيت خالتي راحت، لقيت غير راجلها، قال لي راجلها ما تخرجيش من شوبرتك، صحابي راهم جايين. انا دخلت، خفت باسكو هو وصحابو يسكروا. مهم تجمعوا هما وانا في شمبرتي خايفه، ونسمع فيهم يضحكوا منا. فجاه طبطب الباب، قال لي راجل خالتي حلي الباب، وكان باين سكران. انا خفت ما حليت، بقيت ندعي في يا ربي يا ربي عاوني يا ربي، حتى فتح الباب بالسيف. دخلوا هو وصحابو، كانوا كبار في السن ومطفيين من الشراب. انا نخلعت وهربت من الشباك شومبرتي، ورحت نجري للباب، حليته وخرجت للزنقه نبكي. طبطبت على امل، حلت لي يماها مش شنفه. قلت لها ممكن نشوف اماله؟ قالت لي مصايبك ما يفراوش نتيا. دخلت الامل، بقيت نعنق فيها وانا خايفه، حكيت لها كلش. قالت لي وش راح ديري درك؟ قلت لها رايحه نهرب من هنا. قالت لي وين وانتي راكي طفله، كيف هذا؟ وش راح تقدري ديري؟ انا ضربت في راسي فكره، شديت المقص ووقفت قدام المرايه، قلت لها من اليوم مانيش طفله. شديت المقص وقفت قدام المرايه، وهي تقول لي زهره هبلتي يا وش بيك، وش حديري؟ حكمت شعري وقصيته كاع وانا ساكته، درتو كيما الطفل. قلت لها راح ننسى اني بنت وراح نهرب من هنا. قلت لها امال يعيشك دبري لي لبسه من عند خوك. هي ما حبتش، قالت لي هبلتي. قلت لها ما نحبش نخسر شرفي على يد سكايري شايب. هي ناضت راحت لخزانة خوها وجابت لي سروال وتريكو، لبستهم ولبست كاسكيطة، خرجت كيما الطفل النوش. المهم هي قالت لي والله تباني النوشة، رايحين يكشفوك. قلت لها نورمال، انا ندبر راسي. مدت لي امل شويه دراهم كانت مخبيتهم عندك، قالت لي استناي حتى الصباح وروحي، درك راهي الظلمه. قلت لها معليش. استنيت الصباح وبيتا نخمم شراه يستنى فيا. نط مع الاذان الفجر، خليت امل راقده ونط، خرجت بتخبيه. وانا رحت نجري، ركبت الكار وانا خايفه يكشفوني، بس الحمد لله واحد منتبه عندي. المهم من بعد اكبر مسافه حتى لحق الكار لواحد الحومات بن بسيطه. هبطت فيها، كنت عيانة، 5 ساعات طريق. دخلت حانوت، شريت قرعامة وساندويتش، وخرجت قعدت قدام الحانوت متوسط هكاك، كان باين يبيع فيها شايب. قعدت تقريبا 2 سوايع قدامها نخمم شراح ندير، حتى خرج عندي هداك الشايب من الحانوت. قال لي وش بك يا ولدي؟ انا نسيت بلي رجعت طفل، قلت راح نقولوا بنتك ماشي ولدك. اي انتبهت روحي، قلت له والو عمي. قال لي علاه قاعد هنا ماكش تقرا؟ قلت له حبست. جا قاعد حدايا، قال لي انا مول الحانوت هذا اللي قاعد قدامه. تبسمت وسكت. قال لي وش بيك مهموم؟ تقول في عمرك 100 سنه؟ قلت له انا يتيم وما عندي حد، كرهت الدنيا هذه. شاف فيا بحزن وقال لي وين راك عايش؟ قلت له كنت مع خالي وحاوزني. نهد الشيخ وقال لي يفرجها ربي يا ولدي. قال لي شوف انا راني شيخ كبير ونخدم في هذا الحانوت، وكنت نحوس على طفل يخدم معايا، اذا تحب تخدم معايا، وفي الحانوت هذا كاينه شومبرا فارغه تقدر تبات فيها. انا فرحت، تفتحت في وجهي، على اقل ندبر مصروفي ونبات هنا. قلت له ايه عمي اني قابل. اضحك وقال لي شفت يا ولدي الرزق على ربي؟ قلت له هيه. قال لي وش اسمك؟ قلت له انا كنت حنقوله زهره، قصدي انا فارس. قال لي خيار اسامي ولدي، انا عمك عبد الله وهديك داري، شر على دار كبيره تبان حلو والله يبارك. قلت له معليش دخلني الحانوت، وبقيت نشوف فيها، ورا لي اسعار والدفاتر، حتى نلمح صورة شاب كان بوغوس ويضحك في الفوتو. عبد الله شافني نشوف فيها، قال لي فارس شوف هذا ولدي مهدي. قلت له الله يبارك، وفي قلبي نقول باقلاوه مشي مهدي. حط لا فوتو، قال لي فارس انا راني رايح للدار وما منك على الحانوت ولدي. قلت له ان شاء الله. المهم خرجوا خلاني، دخل شحال من واحد يشرو ويخرجوا، وانا متوتره لا يتحلبوا بلي اني طفله. بصح الحمد لله ما تحلب لي حتى واحد، حتى دخل شاب وصاحبه يضحكوا. قال لي السلام، قلت لهم السلام وانا مهبطه راسي. قالوا لي شكون انت؟ وين عمي عبد الله؟ خشنت صوتي وقلت لهم انا نخدم عنده وهو راح لدارو.
سكتوا. قلت صاي تكشفت. حتى نطق واحد قال لي يعطينا 2 كوكا، ديت لهم، خلصوا وخرجوا. نفست براحة هكا ساعة تقريبا وطاح المغرب. جاء عمي عبد الله وقال لي سكر الحانوت ورواح. خفت، قلت له وين؟ قال لي ما تخافش، انت من اليوم ولدي نروحوا للدار تتعشى ورجع بات هنا، دبر راسك. المهم رحت معاه وانا خايفة. فتح الباب، دخلنا، جات طفلة صغيرة تبل. المهم تجي يمكن هكاك يكون عمرها 4 سنين، لحضن باباها. انا ضحكت معاها بحكم نموت على الاولاد. قالت بابا شكون هادي؟ وانا جرولية قلبي طاح في سروالي. قالها باباها عيب بنتي هذا طفل. قالت له وش به بيض هكا؟ هبطها من حضنه قالها روحي عند امك. وشاف فيا قال لي ما تزعفش فارس، اي صغيره. قلت له عادي، ربي يحفظها. وفي قلبي يا ويلي. دخلنا لاصال ما كان حتى واحد، قعدنا تقريبا نص ساعه. قد المغرب قال لي ارواح نتوضا ونصلوا. انا اللون تاع وجهي راح، وهو شافني قال لي ماكش تصلي؟ شكيت. قال لي شحال عمرك؟ جيت حنقولوا 20. ومن بعد خفت يتحلب لي اللحيه، ما كانش. قلت له 18. قال لي الله يبارك، بشوي نعلمك تصلي ولدي. قلت له ان شاء الله. هو خرج هك وانا تنفست براحه. وشوي هك تحل الباب ودخل واحد. طلعت راسي ولقيته نفس الشاب اللي شفتو في لافوتو، بصح كان احلى في الواقع، يزخف الله يبارك. شاف فيا من الفوق للتحت، كان عاقد حواجبه. جا بابا قال له مهدي جيتا؟ دار براسو قال له ايه الشيخ ودار عندي. قال له شكون الطفل هذا؟ قال له هذا فارس يخدم عندي في الحانوت وضيف عندنا، وغمز له شغل كي نكونوا وحدنا نحكي لك. هو قال له اوكي. وسكت دار عندي، مد يدو كان طويل. قال لي انا مهدي. مديت يدي خمست معاه وانا نرجف من نظارته ليا كي الصقر. قلت له فارس. خمست وهو قعد وانا قعدت بعيد عليه. جابوا العشاء كلينا، من بعد هو قال لهم اني رايح ندوش ونرقد بس كان عيان. تصبحوا بخير وبقى يشوف فيا. اوف يا ربي، تقول عليه محقق. حتى نطق عمي عبد الله قال لي ولدي مهدي يخدم في التحقيق. قلت له الله يبارك. وفي قلبي يعني ندب في من طحت. قلت له عمي يعني راجع الحانوت. قال لي لا لا، بات هنا وغدوه بكر وفتح. سكت وخرج جاب لي الفراش والمخدة وقال لي اني رايح نرقد. قلت له معليش يا عمي. وانا رقدت وبقيت نخمم في المحقق. والله هذا ما يطولش ويكشفني حتى خفيت. وحسيت بواحد واقف حدا فراشي. حسيت بواحد يراقب فيا. حليت عيني نلقاه السي محقق. تخلعت نطبقه واقف وضحك هذيك الضحكه البارده وقال لي شبيك خايف؟ قلت له لا لا مانيش خايف. راح هز الورق كانوا في الصاله وخرج. انا تغاشيت في فراشي. يا ويلي كي داير، والله راح نتكشف ومش لازم نجي لدارهم خلاص مره اخرى. غفيت، فتحت عيني على حاجه تعفس فيا. لقاها هذيك الطفله الصغرونه. شفت هي براءه وقالت لي انتي طفله؟ قلت لها لا لا بنتي انا ولد. راجل. قالت لي كي سموك؟ قلت لها فارس. باسني وهربت. جاء عمي عبد الله وجاب الفطور. فطرت ونستنى غير وقتاش نخرج قبل ما يجي مهدي. حتى نلقى السيد كي دخل وهو لابس يا يما لابس هذاك السروال جين وجاكيت كوير ولينونات. وقال صباح الخير. قلت له عبد الله صباح النور. انا سكت. شافيا من الفوق للتحت وقعد يفطر وعينه كي السكين عليا. قلت لعمي عبد الله انا رايح نفتح الحانوت. قال لي اوكي. انطق مهدي قال لي اصبر جاي معاك. انا قلبي طاح في سروالي. هو خرج وخرجنا مع بعضنا. طريق كامل ساكت والحانوت كانت قريبة. فتحتها دخلنا. ودخل هو سكر الباب. قلت له علاه سكر؟ نحى الليونات ودار عندي. قال لي شكون انتي؟ قلت له انا طفل. تقرب عندي وقال لي شكون انتي؟ وانا وخدودي حمارو ودخلت يا ربي. هو بعد عليا وقعد في الكرسي. قال لي احكي ما تخافيش. قلت له انا طفله هاربه من خالي وكذا وكذا. قال لي اوكي بصح تستغبي فيا ولا كيفاه؟ قلت له لا لا. وقف وقال لي كي تلعبي ها طفل بابا كبير ونية يامنك. بصح قرب مني وقال لي في ودني معالم انوثه باينه فيك كي الشمس. بعد عليا. قلت له صاي يعيشك وانا نبكي مانيش راح ندلكم والو. نخدم ونقعد هنا وصاي. سكت وبعدها شد كوكا من الفريجيدار شربها وحط حقها. قال لي اوكي فارس وخرج وانا قلبي طاح. بقيت نبكي. شفت تليفون تفكرت امال. عيطت لها حكيت لها كلش. سقسيت على خالي ومرته. قالت لي ما حوسوش عليك طول لا حية لا ميتة. لا ما تخافيش لقيت انسان كبير ويخاف ربي. راني خدامه عنده حتى نلقى حل. ودعته وكوبيت. بقيت نخمم في مهدي راح يخبر بوه ولا لا. فات نص نهار عادي ناس تشتري وتخرج وصاي والحمد لله ما تحلبوليش. بعد ساعات جاء عبد الله.
قلت اكيد حكالو مهدي وراح يحوزني. بصح قال لي فارس ولدي تغديتها؟ انا هنا تنفست وارتحت. قلت له لا مازال. قال لي هيا نروحوا لداري. قلت له لا لا. هو شاف فيا قال لي واش بك ولدي؟ قلت له لا عمي بصح خليني هنا خير، دوك نشري حاجه ناكلها وصاي. قال لي معليش. شي تغديت وهو رجع لدارو وكملت الخدمه حتى العشيه الربعه هكاكا. حبس الطوموبيل هبط منها واحد. المهم دخل قال السلام. قلت له عليكم السلام. قال لي وينو عمي شكون انت؟ قلت له انا فارس ونخدم عنده. جاب الكرسي وقعد مد يدو سلم عليا. قال لي انا ولد خو عبد الله. قلت له متشرفين. قلت له واش تدي؟ شاف فيا وضحك. قال لي فارس تحوس فيا من حانوت عمية. قلت له لا لا. ورحت بعدت عليه زعما نظم في السلعة. قال لي راني نستنى في مهدي اكيد. تعرفت عليه قلت له وي وقلبي طاح. راح يجي هاد وقتاش يجي هذا مهدي؟ ربي صبرني. دخلت ريحته قبله. شفت الباب لقيته دخل سلم على ولد عمو وشاف فيا مطول وقال لي صباح فارس. قلت له الحمد لله ودورت وجهي. سكت بقى يضحك مع ولد عمو ويحكوا حتى سقساني ولد عمو فارس شحال عمرك؟ قلت له 18. ومهدي ساكت ضحك وقال لي تبان 14. شافني ساكته قال لي ما تزعش فارس نضحك برك. قلت له معليش. ومهدي نطق قال له سالم نتلاقاو في القهوه. خرج سالم ومهدي قعد في الكرسي يشوف فيا وانا ساكته. قال لي واش اسمك؟ قلت له زهره. قال لي شحال عمرك؟ قلت له 17 سنه. قال لي صغيره. سكت انا. قال لي شوفي زهره طفله وصغيره وحدك في الشارع ما تجيش راكي قاصر. قلت له معليش ندبر راسي. وقف حدايا وقال لي ما تقدريش تحشيها لاي واحد بلي انتي طفل. قال لي باين من كل بلاصه انك طفله. قلت له لا انت لعبها محقق برك كاع ما تحلبوليش. ضحك ويا يما على هذيك الضحكه وشاف فيا. قال لي راح نخبر الوالد بكلش. حطيت المفاتح تاع الحانوت وقلت له اوكي وقول له عايشك على كلش. جيت خارجه احكم لي يدي. قال لي وين؟ قلت له رايحه. قال لي زهره تعرفي واش ممكن يصرى فيك؟ انا سكت. قال لي اخر حاجه ممكن تصرى لك هي الاغتصاب. قال لي بلا ما نحكي على صوالح الاخرين. قلت له ما دخلكش وميرسي. شدني من يدي طاحت الكاسكيطه. شاف فيا وقال لي خساره شعر على قصيتي. دمعوا عينيا هو بعد عليا وقال لي اوكي مانيش راح نخبر الوالد. حتى نلقى رجع لي الكاسكيطه لراسي وخرج من الحانوت. انا بقيت نخمم واش راح ندير. هو اكيد راح يحكي لبوه اليوم ولا غدوه. لازم ندبر الرحل ونروح. حتى سمعت المغرب اذن. جات طفله صغيره قالت لي بابا قالك ارواح. قلت لها قولي له لا لا راني هنا تعبان راح نروح